السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اخواتي واخواتي الكرام، تحية لكم من ما تكونوا وفين ما تكونوا. معكم احمد عبد المجيد في كلمتين للخير ان شاء الله. اللي انا واقف قدام منها دي عيادة القرية اللي احنا فيها، قدام منك اهي. هنا مفيش فلوس عشان تكشف عند دكتور. واحدة هي طالعة دي حطت الروشتة بتاعها ومشيت. الترابيزة اللي قدام منك دي بيتكتب عليها بيبقى عليها ورق روشتات وحاجات من دي. بتدخل تحط الروشتة بتاعك لو بتاخد علاج شهري او علاج منتظم، وبتسيبه وهم بيبعتوا لك الروشتة على الأجزخانة. كل قرية محترمين فيها عيادة زي اللي انتوا شايفينها دي. دي عيادة القرية، دي عيادة القرية قدام منك اهي. بتتصل بيها لو تعبان وبتيجي. في حوالي 10 أو 12 دكتور جوه، دي أماكن مخصصة للمعاقين، ممنوع أي حد غير المعاقين يركن عليها. بتتصل بيهم قبل منها بيوم وبتقول له تعبان، بتروح بتدخل. في حوالي 12 أو 13 دكتور جوه وممرضات والكلام ده. بيكشف عليك، لو في طاقته ان هو يعالجك المشكلة بسيطة بيكتب لك العلاج ومع السلامة. وده الأجزخانة هي اللي بتيجي تاخد منها الدواء. بعد ما بتحط الروشتة بتاعك بيتصلوا بيك يقولوا لك الدواء بتاعك جاهز، وبتيجي تاخده من الأجزخانة دي. لو ما معكش فلوس الحكومة بتدفع. والناس اللي بتاخد علاج بانتظام، الناس اللي بتاخد علاج بانتظام يعني شهري او الكلام ده العمر كله مثلا، زي مرضى السكر والحاجات دي، بياخدوا العلاج ببلاش. ماشي. لو تعبان زي ما قلنا بتتصل بيه قبل منها بيوم، بتقول له انا تعبان، بيقول لك تعالى الساعه كذا، بتحجز ميعاد وبتيجي. دورك بيجي، بيظهر قدام منك على شاشة كمبيوتر، وبتدخل للأوضة للدكتور اللي بيتقالك عليه. ادخل والله الدكتور كذا أو دكتورة كذا في أوضة نمرة كذا. بتدخل بتكشف عليك هي أو هو. لو المشكلة بسيطة ويقدروا يعالجوها هتكتب لك روشتة وهتعالجك. روشتات الدواء هنا بتطلع بالاسم وبالعنوان وبتحقيق الشخصية، خصوصا لو فيها أي أدوية خطيرة أو الكلام ده. ماشي. لو المشكلة أكبر منها بتسألك وبتقول لك معاك عربية أحولك للمستشفى، أجيب لك الإسعاف، وبتكتب لك جواب التحويل وبتطلع على المستشفى. هنا مفيش حاجة اسمها تحاليل على حسابك، مفيش حاجة اسمها روح حلل لي من المعمل الفلاني. مستشفيات هي اللي بتعمل كل التحاليل. هنا مفيش حاجة اسمها روح اعمل لي دم واعمل لي مش عارف ايه والكلام ده كله على حسابك. مستشفيات هي اللي بتعمل الكلام ده كله. ومفيش حاجة هنا اسمها تدخل المستشفى وتطلع منها ويقول لك مبروك عندك سرطان روح. مفيش الكلام ده. في حاجة اسمها هنعالجك ازاي وهنتعامل معاك ازاي، لان انت بتدفع ضرائب. ودي بيوت القرية، دي القرية اللي انا ساكن فيها. البيوت اللي قدام منكم دي متوسط 220,000 250,000. الشارع هون بيخلص في الآخرة. كل شارع حوالي 10-20 بيت بالكتير. كل قرى بريطانيا متصممة بنفس الجمال وبنفس النظافة اللي انت شايفها دي. تقول لي بيوت الفلاحين المزارعين فين؟ اقول لك هناك ورا في الأراضي. بيت المزارع كبير، ممكن يكون مساحته قد ال3-4 بيوت اللي قدام منك دول. وفي بقى الجرارات بتاعه، وجنب منه تقولوا عليها ايه، حظاير لتربية المواشي والحاجات دي كلها. كل ده في قلب المزرعة. لا هتشوف بهايم ماشية في الشارع ولا هتشوف فراخ ماشية في الشارع. علشان كده الريف أجمل من المدينة. وضع حارة قدام منك اهي، حارة اهي. البيوت اللي قدام منك دي برضو نفس الوضع، متوسط 250-220 ألف جنيه. ادي للبنك 50-60 ألف، ولو بتشتغل البنك يقسط لك الباقي على 20-30 سنة. تيجي تبص تلاقي نفسك بتدفع قسط حوالي 500-600 جنيه. أرخص من إنك تأجر، أرخص من إنك تدفع إيجار. فهمت؟ أرخص من إنك تدفع إيجار. هنا بيشجعوا الناس على ملكية البيوت. وخلصت القرية كده يا حضرات، خلصت القرية. آخرها قدام منك اهو. وده القرية قدام منك. الممشى اللي هناك ده بيوديك على جنينة. الجنينة دي بتفصل القرية دي عن القرية اللي وراها. كنت صورتها قبل كده. الجنينة دي فيها من خيرات ربنا، فيها جيم للكبار، وفيها 3 مناطق لعب للعيال الصغيرة، وفيها ملاعب كرة قدم مساحتها كبيرة. ابقى اصورها لكم في حلقة لوحدها.
ومن هنا من الناحيه دي خلصت القريه اهي. اهي كل قرى انجلترا كده يا عم احمد، كل قرى اوروبا الغربيه المتحضره كده، شارع على اليمين شارع على الشمال، شارع على اليمين شارع على الشمال، طريق عمومي، خلصت الليله. كل قرى اوروبا المتقدمه كده، كل قرى امريكا زي اللي انت شايفه قدام منك ده. في الوقت اللي انت بتتخانق لي فيه على رجل فرخه وطالع يذلك يا ابو نفس واطيه منك ليه بكرتونه، كرتونه شاريها من مالك، واخدها من فلوسك، جايبها من دمك، وانت قاعد بتضحك على حالك، قاعد بتتسلى، قاعد بتتسلى بنفسك، اللي طالعه تقلس على الحال وتقول لك ناكل ولا ما ناكلش، واللي طالعه تقول لك مش لاقيه نسكافيه. ده انتوا هتشوفوا ايام سودة، صبركم بالله. انتوا مش زلتوا نفسكم يا علم يا واطيه. العيل لما بيتخرج هنا اهله بيديله 30 40 الف 20 الف على حسب ما يساعدوه، على حسب مقدره اهله، وبروح البنك يديهم الفلوس اول ما يتخرج، وبيشتري بيت في المدينه ب 120 130 الف جنيه. ربنا يكرمه كام سنه شغل، يتعرف على واحده، يتجوزها، ينقلوا مع بعض، يترقى في الشغل كام ترقيه، بيجي يشتري بيت من اللي انت شايفهم دول. شايف البيوت؟ الجناين اللي قدام البيوت دي مش الجنينه الرئيسيه، الجنينه الرئيسيه ورا البيت، والناس بتزرع. اصبر كده اما الربيع يطلع وافرجك على ورد بلدي ولافندر، تمشي هنا جنه. البيوت اللي قدام منك دي في من ضمن سكانها عرب، في مصريين برضو ساكنين هنا، ناس اتبرأت منكم وجت هنا من زمان، من الفسد اللي فيكم يعني، اسف في اللفظ عشان ما تقولش ما تجمعش. وكل شارع كل حارة ليها اسمها وليها عنوانها وليها بوست كود. هنا لما بتحط العنوان على السات ناف علشان يوصلك، بيوديك المكان اللي انت عاوزه بالظبط، لان البلد كلها مترقمة، كلها متنظمة، كل حاجة ليها اسم، ليها رقم، ليها نظام. يقدر حد يمد ايده على شجرة من الشجر اللي قدام منك ده، اتفرج على الشجر ده كمان يومين كده ايه اما يخضر. وده البيوت قدام منك ده ب 220 الف يا حضرات، ادي للبنك 40 الف بس اهم شيء تكون شغال. وده شارع قدام منك اهو ما فيهوش 10 بيوت، وبص البيوت ارتفاع واحد، نظافة واحدة، مش هتلاقي واحدة قاعدة قدام البيت بالبانة بتنم في جارتها. هتقول لي والعيال بتلعب فين؟ مش شايف عيال. اقول لك العيال دلوقتي في المدرسة، ولو العيال مش في المدرسة في جنينة، في كل قرية جنينة فيها كل شيء، فيها ملاعب للكورة، فيها بتاع للتدريب للجيم، فيها كل حاجة. علشان كده محدش بيتعدى على خصوصية حد. ده معمول علشان اسف في اللفظ الكلاب تمشي عليه، وده معمول علشان الكلاب تمشي عليه في الشمس في الحر، الاسفلت ما يحرقش رجليه، تصدق او ما تصدقش. وده للبني ادمين تمشي عليه. اتفرج بص، وهذا كمان زقاق اهو كام بيت، 5 أو 6 بيوت بتقولوا عليه حاره. وهذا البلاعات القديمه هي راكبه من 1800 ما اتغيرتش. اتفرج شوف عد كام بيت كده، 1 2 3 4 5 6، خلص. وهتلاقي قصاد منه ادي العياده اهي. هنا ما بنصرفش جنيه حضرات اما بنحب نتعالج يا حضرات، بكررها تاني، لما بنتعب يا محترمين بنتصل بالعياده في كل قريه او في كل حي في مدينه عياده زي اللي انت شايفها دي. لما نتعب بنروح لهم، بنقول لهم تعبانين، بنتصل بيهم بيقولوا لنا تعالوا، بنروح. لو المشكله يقدروا يعالجوها بيعالجوها، ما يقدرش يعالجها لو ما معكش عربيه بيجيب لك الاسعاف تاخدك من هنا لو حالتك عايزه اسعاف. المستشفيات هي اللي بتعمل لنا تحاليل الدم وتحاليل السرطان والامراض والاورام. بص عياده القريه، وعاملين المكان الاصفر المتخطط ده علشان العجزه، الناس اللي هم على كراسي متحركه بس هم اللي مسموح لهم يركنوا هنا، مش مسموح لحد تاني. الناس اللي على كراسي متحركه بيتعمل لها حساب في الحمامات وفي كل حاجه، في السينمات، في اي مكان تروحوا لازم يكون لهم مكان يركنوا فيه. اتفضل اتفضل. بتيجي هنا الدكتور بيكشف عليك، لو في مقدرته يعالجك، لو المشكله بسيطه بيعالجك، بيكتب لك حبوب. لو المشكله
صعبه او الكلام ده بيقول لك مستشفى، وده اسم العياده، وورن لين سيرجري. ها، لو المشكله صعبه عليه بيقول لك روح مستشفى، وبيكتب لك انهي مستشفى بالظبط، والجواب بيطلع من عنده رايح المستشفى. مستشفى لو لقت فيك مشكله منين ما تكون حجم المشكله بيقول لك مش هتخرج من هنا الا لما تعالج، لما هنشوف هنعالجك ازاي، هنعمل معاك ايه، هنتصرف معاك ازاي. الناس اللي بتصرف علاج العمر كله، مرضى السكر مثلا والكلام ده، كل شهر لما يجي ميعاد العلاج بتاعك في اول العياده دي ترابيزه صغيره عليها ورق، تروح تسحب لك ورقه من الورق دون وتكتب فيه العلاج بتاعك واسمك وتاريخ ميلادك. بعد يومين بيتصل بيك، او بعد يوم اسف بيبعت لك رساله على التليفون يقول لك العلاج جاهز في الاجزخانه اللي جنب منه، الصيدليه اللي جنب منه، تروح تصرفه بالبطاقه. بنصرفه هنا بتعريف الشخصيه، مفيش ادويه بتطلع كده. البيوت دي كبيره شويه يا حضرات، ده ب 255 275 الف اللي قدام منك ده حجمه كبير شويه عن الحجم العادي اللي قدام منك ده ابو 220 230 الف. اللي جنب منك ده اكبر منه، ده ب 300 الف، بس شايف حجمه قد ايه؟ ها، الناس اللي ساكنه هنا يا محترمين طبقه متوسطه، وطبقه متوسطه فقيره. هتلاقي هنا سباكين، هتلاقي هنا بنيين، هتلاقي هنا مدرسين، هتلاقي دكاترة لسه متخرجين، هتلاقي محاميين، هتلاقي كل شيء ساكن في القرية دي. ها، مش كلها فلاحين وكلها أمل وبراغيث زي اللي عندك أو الكلام ده، لا سمح الله، ولا مهمشينها. بص الناس زرعوا قدام البيوت ايه، تحف تحف، تبارك الخلاق. وزي حضرتك ما شايف مفيش غير صوت العصافير هو اللي تسمعه، صوت العصافير هو اللي تسمعه. وهذا الربيع بدأ يدخل، اتفرج على الشجر ده، اما الربيع اديله كمان اسبوعين كده تلاقي تبارك الخلاق جنة. بص كل البلد بتبقى كده، شايف الشوارع. المدرسة الابتدائي هناك هي مش عايز ادخل بالكاميرا عليها علشان ممنوع، مش ممنوع تصور، بس ممنوع تعدي من قدام المدرسة وتصور. دي اللي كان ولادي فيها، زي ما دخل كل ولاد القرية دي المدرسة دي، وفي كل قريتين 3 هتلاقي مدرسة ثانوي بره. تقول لي وبتسوقوا منين يا عم احمد؟ اقول لك في بره في المناطق المخصصة محلات للاكل والشرب، تقدر تشتري منها اللي انت عاوزه، في مكان تسحب منه فلوس، وفي كل شيء. اتفضل. والطريق دون ممشى يوديك للجنينة، مش دي الجنينة، ما بين كل شارع وشارع بيعمل لك خضرة، منطقة خضرة زي دي، وفي مكان فلوس، وفي كل حاجة تقدر تجيبها. وفي جنب كل قرية وقرية هتلاقي مجمع مولات كبير، في بقى السوبر ماركتات اللي قد كارفور بتاعكم 30 مرة، وفي كل حاجة. والناس زي ما انت شايف كل واحد عنده عربيته، لأن العربيات رخيصة. ممكن ب2000 تجيب عربية، ب3000 تجيب عربية محترمة، ب5000 ممكن تجيب مرسيدس 2015 مستعملة، تصدق أو ما تصدقش. هنا مفيش حاجة اسمها روح اكشف على حسابك، ولا روح حلل على حسابك، ولا يا فرحة أمك بيك جالك سرطان يلا يا من هنا. لا، ده بقت مشكلة الدولة دلوقتي، هيشوفوا علاجك ازاي وهيشوفوا هتتعالج ازاي في الوقت اللي انت مكفي فيه على بوزك انت وهي، مش لاقيين تاكلهم، مش لاقيين تاكلهم، بذلكوا بكرتونة يا عالم اتقوا الله، وبتطلعوا تقلسوا على حالكم، وكل شوية يضحك عليك، هعمل لك انتخابات، هعمل لك مش عارف مين، هجيب لك المعارضة تعمل ايه، هجيب لك المعارضة تسوي ايه. يا اخي اتقوا الله وعلم، يا اخي اتقوا الله وعلم، اتقوا الله وعلم. بص بيوت الناس، اتقوا الله وعلم. لسه ناس هيا يا راجل متمتعة بكل وسائل الحياة. اصحاب البيوت اللي انت شايفها دي بتكسب في الساعة 20 استرليني، في الساعة الواحدة 20 استرليني. متوسط دخل المنطقة اللي انا ماشي فيها دي مش 11 استرليني في الساعة،
دول اعلى من الحد الادنى، ومش اعلى منه بكتير. دخل الناس اللي هنا دول بيبدأ من اول 20 استرليني وانت طالع. ها، وعايشين شوف ازاي، ها شوف عايشين ازاي. شايف العز اللي هم عايشين فيه، النظافة اللي هم عايشين فيها، وانت عايش لي في جهل مبين. بتدور فيه على رجل فرخة تاكلها ولا لا؟ بتدور فيه على راجل محترم يحكمك بالأدب ولا لا؟ يا أخي نتقي الله، نتقي الله يا محترم، نتقي الله، نتقي الله في نفسنا، نتقي الله في نفسنا ونتوب لنفسنا، نتوب لله علشان خاطر نفسنا. وإلا براحتكم إن شاء الله عنكم ما تبتم، براحتكم. اللي مش هيتوب بمزاجه هيتوب غصب عنه. وهذا الطريق اللي بيربط القرية. الطرق الزراعية هنا اللي انتوا بتقولوا عليها طرق زراعية، اللي هي بتربط القرى وبعضها، انضف مليون مرة من انضف طريق عندك، انضف مليون مرة من انضف طريق عندك. علشان كده لو مستثمر عايز يعمل حاجة هنا بيعملها في اي مكان، ما بروحش جوه المدينة علشان الخدمات في المدينة وبس، لا، بيعملها في الريف، بيعملها في اي مكان هو عاوزه، تصدق او ما تصدقش. وخلصت القرية من الناحية دي. اتفضل يا سيدي. هنا لما بيجي مستثمر عايز يعمل مشروع يقدر يعمله في اي مكان. ليه؟ لان المواصلات اللي انت شايفها ده هي كلها شبكة شبكة مواصلات فعلا كده، ماسكة بريطانيا كده. الطرق بتاع القرى اسرع. وده اسم الشارع، بيقول لك سانت ديفيد كلوز، القديس داوود او القديس ديفيد يا سيدي، حارة القديس ديفيد. اتفضل. كلوز يعني مقفولة، حارة يعني. وده كله مجلس المدينة هو اللي بيعمله. كل اللي انت شايفه ده مجلس المدينة. وده اول القرية اهو، ده اولها. كان بيت الناحية دي، كان بيت الناحية التانية. لو زرع شجرة هنا بيزرع شجرة زيها الناحية التانية. 3 شوارع على الصفة دي، 3 شوارع، والشوارع كلها حارات مقفولة. والعيادة وخلصت الليل. في الوقت اللي انت لسه بتدور لي على رجل فرخة تاكلها، ولا بتاع عظمة تمصمص فيها، ولا كيلو لحم حمير تشد فيها عليك وعلى اللي جابوك، الناس عايشة ومتمتعة، عايشة ومتمتعة بالمعنى الحرفي للكلمة. دي مش قرى الأغنياء. في قرى الأغنياء ورا هناك اهو، والله ما عايز اصورها لك علشان ما يجيلكش صرع. والله ما عايز اصورها لك عشان ما يجيلكش صرع لو صورت لك قرى الأغنياء. اتفضل شوف مجلس المدينة بيعمل ايه. بص مجلس المدينة بيعمل ايه. جنينة الناحية دي يبقى جنينة زيها الناحية التانية. وبقول لك انت داخل قرية السرعة تبقى كذا، كل حاجة متراقبة بالكاميرات، مش هلهلي. وشوف الطرق بتاع القرى. بص ده الفقيد البصر، عشان لما يدوسوا عليه محبب يحسوا ان هم معديين طريق. وشوف طرق القرى، شوف الطرق اللي بتربط كفر الجعر بكفر الحمام عندنا في بريطانيا شكلها عامل ازاي. بيقفل لك الطريق محترم تعدي، مفيش بيب، مفيش كلاكس. قرى الأغنياء اللي هم ايه، اللي كانوا ساكنين في نفس القرية دي بس ربنا كرمهم بقى وطلع معاش وحوشهم. قرى الأغنياء دي بقى بينقلهم في قرى هناك هنا اهو. لو وريتها لك بقول لك هيجي لك صرع من بيوتهم ومن النظافة اللي هم عايشين فيها ومن حجم الغنى اللي هم عايشين فيه. ليه ما تبقاش انت زيهم كده؟ لانك بتتسلى، لسه خلق التسلية، عاوز تتسلى وبس. ماشي، اتسلى براحتك يا سيدي، واحنا كمان معاك بنتسلى. ما تشوف مين اللي هيضحك في الاخر. هانت، فاضل لكم 2 مع ابن مليكة. مع السلامة يا احرار. كان معاكم احمد عبد المجيد من القرية اللي عايش فيها، اسمها قرية كيرب موكسلو، كيربي، تبع مدينة ليستر. والذكر يبقى يوريني نفسه. مع السلامة.